السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في درس آخر من سلسلة تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين من الصفر. درس اليوم إن شاء الله عن التحية أو إلقاء السلام وتقديم النفس باللغة الفرنسية. هناك 4 كلمات شائعة جدا لإلقاء التحية في اللغة الفرنسية: صباح الخير، بونجور، بونجور. مساء الخير، بونسوار، بونسوار. سالو، سالو. مرحبا. بون نوي، بون نوي. ليلة سعيدة. السؤال المطروح هنا هو: متى نستعمل صباح الخير، ومتى نستعمل مساء الخير، ومتى نستعمل كل كلمة على حدة؟ كلمة بونجور أو تحية بونجور تستعمل منذ الصباح إلى غاية 5 أو 6 مساء. كلمة بونسوار تستعمل من 5 أو 6 مساء إلى غاية رغبة الشخص في المغادرة للنوم أو الذهاب إلى منزله، أو عند الافتراق مع الشخص في المساء. ثم نستعمل كلمة بون نوي لتمني ليلة سعيدة. أما بالنسبة لكلمة سالو فهي كلمة مرادفة لبونجور، أي عندها نفس معنى بونجور، ولكنها تستعمل فقط بين الأصدقاء أو الأشخاص الذين نعرفهم جيدا، أو الذين لهم نفس العمر. الآن مع الشق الثاني من الدرس، وهو تقديم النفس أو التعريف باللغة الفرنسية. سوف نقتصر على 4 معلومات أساسية عندما نريد تقديم أنفسنا، ألا وهي الاسم، العمر، الجنسية، والعنوان أو مكان الإقامة. بالنسبة للاسم يمكن استعمال عبارة je m'appelle، je m'appelle أدعى. بالنسبة للعمر j'ai لدي أو أبلغ من العمر. بالنسبة للجنسية je suis أنا. بالنسبة لمحل الإقامة أو العنوان j'habite à. الآن مع أمثلة عن كل عبارة تقديم. مثلا je m'appelle سمير عبد اللطيف، je m'appelle سمير عبد اللطيف، أي أدعى سمير عبد اللطيف. j'ai 18 ans، j'ai 18 ans، أي أبلغ من العمر 18 سنة. je suis marocain، أي أنا مغربي. ou bien je suis égyptien، أي أنا مصري. ou bien je suis algérien، يعني أنا جزائري، إلى آخره. j'habite à مراكش، أي أسكن في مراكش. حاولوا أن تتبعوا النموذج التالي لكتابة معلوماتكم باللغة الفرنسية بطريقة صحيحة. مثلا bonjour، je suis Amin الفاسي. Par exemple, j'ai 23 ans. Je suis
marocain et j'habite à Tanger. C'était un exemple. كان هذا مثالا بسيطا. اكتبوا معلوماتكم في التعاليق حتى تتدربوا وحتى يتسنى لي تصحيحها إن شاء الله. إذا كان هذا درس اليوم، أتمنى أن تكونوا قد استفدتم. لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الإعجاب ليصلكم كل جديد، وشاركوا الفيديو مع أصدقائكم لتعم الفائدة. إذا كان لديكم أي تساؤل أو اقتراح للدرس المقبل اكتبوه رجاء في التعليقات. نلتقي في فيديو قادم وفي درس قادم. إلى اللقاء. Au revoir.